من دول عربية حضرت بعض وسائل الإعلام. أيضا راح نشوف ما هي مشاعرها مشاهدتها لبطولات أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في هذا المكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. فضائيتكم، اسم الفضائية واسم حضرتك؟ هي قناة الشروق الجزائرية. أهلا وسهلا بك. شكرا. اسم حضرتك؟ سميرة. أخت سميرة، اليوم شلون شفتي واكبتي أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية منذ انطلاقهم إلى هذه اللحظة؟ مشاعرك، وأيضا نريد الشهادة الحقيقية لبطولة أبناء الحشد الشعبي، وأيضا ما يثار حول أبناء الحشد الشعبي على أنهم طائفيين، على أنهم يقومون بقتل الآمنين. شنو مشاهدة؟ قبل أعطيك انطباعي، خذت هذه التجربة لمعرفة الحقيقة، لأنني قبل مجيئي للعراق كنت أظن أن هناك حرب طائفية، لا توجد داعش، بل هناك سنة وشيعة كما يروج له في جميع الدول العربية. مجيئي هنا كان فقط لمعرفة الحقيقة، لكن الواقع يثبت العكس. لا توجد لا طائفية، لا سنة ولا شيعة، لا مسيح ولا دين آخر، بل يوجد عراقي ضد داعشي. أشياء أجواء جد حماسية. أحيانا هذا الحماس يجعلني أرغب في وضع الكاميرا وحمل السلاح رفقة أبناء الحشد الشعبي.